دي الحلقه 37 من سلسله غامبول وباس، والحلقه 37 بعنوان التتبع. بتبدا الحلقه وبنشوف ريتشارد ده بيحاول يشتري الزرع بالعربيه بتاعته، وبيخلص وبيبص جنبه بيلاقي هارو اللي عمال يتمشى على الارض لابس ساعه كده في ايده. بيقول لريتشارد الساعه دي هي اللي هتخليني راجل رياضي، اما انت هتفضل عجل زي ما انت. وريتشارد بيقول له لا يابا انت فاكر ان الساعه هي اللي هتخليني رياضي؟ وهارو بيقول له تتحداني، وريتشارد بيوافق. وبتكون نيكول بتزعل ريتشارد عشان عمل رهان مع هارو العالمين هيفقد وزن اسرع من التاني، واللي هيخسر هيدفع للتاني فواتير البيت بتاعه. نيكول بتقول له انت هتعرف تخس؟ وبيقول لها ايوه ما عدتش واكل تاني خالص الا دي. والساعه بترن عشان في حاجه نزلت في البلاعه غلط، ودارهم بيقول هنعمل ايه؟ ونيكول بتقول لازم نقلل جوده الصوره، وفعلا الجوده بتقل لجوده 144. وريتشارد بيقول لا، وبياخد جهاز الجوده وبيقول انا هخس يعني هخس حتى لو هموت، وبيقوم واكل جهاز الجوده وبيقول طعمه حلو. والساعه بترن تاني وجنبه بيقول عشان نكسب لازم حد غيره يلبس الساعه، وفعلا نيكول بتلبسها وهي رايحه المول، وبيكون في واحد عجوز سايق عربيه واقف قدامها ومش راضي يعديها، ونيكول لسه هتتعصب الساعه بترن وبتهدى. وفي الاخر بتوصل للمول وبتركن العربيه، بس العجوز بيجي تاني وبيركن العربيه وبيقول لها فين مكان يا بنتي؟ ونيكول بتكون بتشد في اسنانها ولسه هتمشي جيبتها بتتزنق ما بين العربيتين، ولسه هتتعصب الساعه بترن وبتاخدها ترميها نحو الشمال الشرقي، وبتنزل على جنبه في الباب. وبيقول شكل نيكول ما استحملتها، وبيلبسها وبيحاول يظبطها على الميه بس بيفشل، يظبطها على النوم بيفشل، المشي بيفشل، الاكل بيفشل، النفس بيفشل. ودارهم بيخش يقول جنبه الفئات وبيقول له خد بنت الكلب دي. ودارهم بيلبسها بس الساعه ما بتتعرفش عليه لانه ما عندوش دم ولا عظم ولا اعضاء، وناس بتخش عليهم وبتقفل الباب، وبتاخد الساعه منهم وبتلبسها وبتكون هي الامل الوحيد، وبتفضل تجري وبتتدرب وبتعمل كل حاجه. وفي الاخر الساعه بتديها نظام انها كسوله، والعيله بتكون بتشجعها، ونيكول بتقول لها يلا يا قلب، وناس بتقول لهم انا مش فاهمه حاجه، ونيكول بترد عليها وبتقول لها ما هو احتمال عشان مشيتك قصيره. وبتيجي تجري بتلاقي نفسها هبطت من خطوه، وبتبدا العيله تشفق عليها وبتقول لهم يلا حد يجي ياخدها، وبيقوم ريتشارد جايب العربيه ونقلها للباب، وبتكون كل العيله مش عارفه تعمل ايه. وجامبول بيقترح فكره انهم يخلوا الساعه تجيب اسوأ احصائيات عندها، والساعه تبوظ ونقول ان احنا كسرنا رقم القياس، وكلهم بيوافقوا على الفكره، وبيبداوا يخلوا ريتشارد يعمل كل التمارين بالعكس، يشم ثاني اكسيد الكربون، يطير، يتشقلب، يعمل كله في كله. وفي الاخر الساعه بتجيب اخرها وبتنفجر، وبنروح لهارد وبيكون متجه لبيت ريتشارد عشان يشوفوا عمل ايه، وبيلاقي قلب ولا تقول للراجل الفندام، وهارد بيقول مستحيلات، وجامبول بيقول ابونا بقى ملك لدرجه انه كسر الرقم القياسي. وهارد بيشوف الساعه وبيقول لحظه كده، وبيبص ورا بيلاقي دارون وانايس مجمعين بقيه الكرش ورا وشادينه بالعافيه، وفي الاخر ما بيستحملوش وبيسيبوه، وزرار الكرش بيتفك وبيجي على هارد، وساعته بترن وبتطلب الاسعاف، وريتشارد بيقول انا الفائز، والبنطلون بيقع.